اهلا وسهلا بيكم. معاكم مصطفى احمد من كوره تيتش. النهارده هنحلل ماتش الاهلي وجورماهيا في دوري ابطال افريقيا دور ال 32. الاهلي بدأ بتشكيل مكون من حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه خط الدفاع من الشمال لليمين يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، محمد هاني، قدامهم امام عاشور، اكرم توفيق ومروان عطية، قدامهم حسين الشحات وسام ابو علي وبيرسي تاو. فرق القدرات كان واضح ما بين الاهلي وجورماهيا. جورماهيا فرقة مش قوية قوي حاليا، بتقابل فرق في الدور ال 32، ففي الاغلب ما بتكونش فرقة قوية، خصوصا برضو ان احنا كان في بعض الحاجات اللي كان عاملها كولر في الماتش ده، زي ان هو بيدي ثقة طبعا للاعب زي يحيى عطية الله انه يبدأ في التشكيل الاساسي، يقدر ان هو يتسيستم مع خط الدفاع، يركز شوية في الماتش. ما يبقاش عليه ضغط كبير. برضو الفرقة اللي قدامه مش فرقة كبيرة، ممكن وارد ان هو يبدأ في ماتش السوبر برضو، خصوصا ان هو من افضل الباكات الشمال دلوقتي اللي موجودة في الاهلي. فكان المفروض يعني كولر فعلا يعمل اللي هو عمله ده، بحيث ان هو يديله الثقه، بحيث انه يقدر ان هو يبدا ماتش من بدايه الماتش وياخد برضو على التحركات بتاعه لعيبه الاهلي ويندمج بسرعه مع الفرقه. ارضيه الملعب في الاهلي في ماتش الاهلي وجورماهيا، طبعا احنا ماتش كنا الذهاب، فارضيه الملعب هناك مش حلوه جدا، فيها يعني النجيله هناك مش مظبوطه قوي، الكره بتعمل بند في الارض. فده هنتكلم فيه على الجون الاول. حسين الشحات كان من الجنب بيباصي الكوره، فعملت بند، الحارس طبعا ما قدرهاش مظبوط، وبعد كده راحت لرامي ربيعه عشان بيسجل الهدف الاول. بعد كده الكرة التانية، الجون التاني، إمام عاشور برضو بيضغط على المدافعين، وبيبدأ إن هو الكرة بتروح لبيرستاو، بيقدر إنه يدخل جوه خط 18 ويسجل الجون التاني. أنا عايز أقول إن فرق القدرات كان واضح جدا ما بين الأهلي وجورماهيا، طبعا ده كان شيء واضح جدا. جورماهيا طبعا فرقة مش قوية قوي، بتقابل بطل أفريقيا، فرقة تقيلة كل لعيبتها بنجومها، حتى لو لعيب بيلعب دكة في النادي الأهلي فهو لعيب قوي جدا، يقدر ان هو يعمل فرق وتأثير. فعشان اكون صريح برضو، الماتش ده ما اقدرش اقيم فيه لعيبة الاهلي من حيث ان انا اقدر اقول المستوى الفني لكل لاعب او ايا كان، بس ولا حتى اقدر اتكلم على اللمحات الفنيه، بس في نفس الوقت ما اقدرش اقلل خالص من اللي عملوه اللعيبه في الماتش ده. بعد كده عايز اتكلم برضو على الجون الثالث. لو احنا هنلاحظ ان اسامه ابو علي يعني استلم الكرة بقلشه شويه، مدت منه شويه، جري عشان يلحقها، فبعد كده اللاعب قدر انه يقطعها، وصلت لبيرسي تاو بيسجل الجون الثالث. انا كل اللي انا عايز اوصله ان الماتش ده ما فيهوش، ما اقدرش اتكلم فيه على ده فني، ان انا اقدر اعتمد عليه في الماتشات اللي جايه، لان الماتش ده لما انت تكون بتلعب مع فرقه مش قويه قوي، ما بتقدرش ان انت تقيم لا لعيبه ولا اداء فني قوي، غير لو الماتش متقارب شويه، يعني من حيث اللعيبه متقاربين في المستوى من بعض، انت والفرقه اللي قصادك، فبتقدر ان انت تحدد المستوى الفني للعيبتك، وبتقدر ان انت تشوف اللمحات الفنيه. بس طبعا اللي عايز اتكلم عليه ان الاهلي عادي لعب بطريقه الضغط الامامي الطبيعيه بتاعته، وفعلا قدر انه يأثر بشكل كبير قوي على الفرقه اللي قدامه. وطبعا الف مبروك طبعا على الفوز 3-0، بدايه كويسه جدا في ملعب مش ملعبك. عايز اتكلم على حاجه تانية برضو، وهي كهربا. تمام، انا يعني زي ما انا اتكلمت، انا ما اقدرش اقيم اداء فني للفرقه في الوقت الحالي، بس كهربا يعني للاسف انا مش شايف ان الكهرباء قريب خالص من انه حتى يعني يبقى المهاجم التاني او يعوض وسام ابو علي، ده للاسف. لان انا لغايه دلوقتي شايف ان كهربا مش قادر يركز كويس، بدنيا مش احسن حاجه، بحس ان هو مشتت، بياخد قرارات كتير والكرة معاه، وده ما ينفعش. فكهربا للاسف يعني لغايه دلوقتي انا مش شايفه ان هو ممكن يكون مؤهل انه يقود هجوم الاهلي لو حصل اي حاجه. وده اللي انا اتكلمت عليه في الصفقات، وقلت ان احنا ما جبناش مهاجم تاني، وكان المفروض ان احنا نجيب مهاجم تاني عشان يقدر يغطي مع اسامه ابو علي، عشان لو اسامه ابو علي اتصاب، انت عندك ماتش السوبر بتاع الزمالك، لو اسامه ابو علي اتصاب خلال الماتش اللي جاي، فانت هنا واقع في مشكله كبيره جدا. يا اما هتضطر تلعب ببيرستاو، وبيرستاو كمهاجم مش هينفع قصاد الزمالك، لان بيرستاو لعيب قصير قصاد مدافعين طوال، فاكيد الكور العاليه كلها هتبقى بتاعتهم في خطر كبير، لان هو اكيد هيكون عليه ضغط، اكيد هيكون في تركيز من الجمهور، اي هجمه سهله هيضيعها، صعب انها تيجي زيها. فماتش كورماهيا ما فيهوش تحليل فني كبير، او ما فيهوش حاجه اصلا نقدر ان احنا نعتمد عليها بشكل كبير في الماتشات اللي جايه، لان برضو انت لو هتتكلم على 3 اجوان، في ال3 اجوان كلهم جم اخطاء من الدفاع الفرقه اللي قدامك. فأتمنى التوفيق للأهلي في الماتش العودة قدام جورماهيا، وفي نفس الوقت أتمنى طبعا
ان كولر يحاول يريح حسام ابو علي في الماتش ده، بعد مثلا بيبقى ضامن الشوط الاول ولا حاجه بجون او بجونين مثلا. بعد كده يطلع حسام ابو علي ينزل كهربا، بحيث ان انا اقدر احافظ على حسام ابو علي عشان اقدر العب بيه في ماتش السوبر الافريقي مع الزمالك. وبكده اكون خلصت الحلقه بتاعت النهارده. كان معكم مصطفى احمد من كورة تتش. شكرا جدا لكم.